ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل وصفه جلاش قمر القمر. عارفين كده حاجه تحفه. بص، اول حاجه احنا هنجيب لف الجلاش، تمام، وهنجيب الصينيه بتاعتنا اللي هي يعني يستحسن ان هي المربعه، اللي هي مش المربعة بقى، المستطيلة زي اللي انا بحطها كده. هنا بقى كنت بعد، انا هقسم الرابطة على 3 أو 4 لفف زي ما انا كده بعد، مثلا 5 أو 6 ورقات، والفهم زي ما انتوا شايفين كده، من غير بقى لا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، كده هوت من غير اي حاجة. تمام، وافضل الف فيها كده. انا هنا غيرت الصينية عشان حسيت ان انا الورقة عندي كبيرة. الورقة دي كانت نص كيلو صافي، فكانت كبيرة على الصينيه دي، فرحت عاملاها في الصينيه دي كده اهوت، ورحت قاسمه دي 2، حطيت حته هنا وحته هنا كده. كده احنا حطينا سمنه ولا وزيت، ولا حطينا سمنه ولا حطينا زيت. بعد كده بقى ببدا اعمل ايه؟ بعد كده ببدا اخرطها مثلثات زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام اهو. بصوا هنا حبيت اوضح لكم شويه عشان مش عارفه الكاميرا ما كانتش مبينه لكم اكتر. هقطعها زي ما انتوا شايفين كده مثلثات. ممكن تقطعيها يعني بصوا بالطول كده. ممكن تقطعيها مربعات، ممكن سمبوكس. بصي زي ما انت عايز تقطعيها قطعيها، التقطيعة مش هتفرق خالص في الوصفة دي. بس انا بحبها كده زي اللي احنا بنجيبها من بره. احنا بنجيبها من بره بتبقى مثلثات كده، بتبقى حلوة قوي يعني. فاحنا بنحب نعمل ونحب نقلد الحاجة بتاعت بره، ليه مش عارفة. بصوا اهو كده خلاص عملتهم كده، خلصت المثلثات بتاعتي اهوت. اخر واحدة انا بعمل فيها. بعد كده انا هعمل ايه؟ بعد كده خطوة لطيفة ظريفة خفيفة خالص جدا. ايه هي؟ ان انا هجيب حبة سمنة محترمين. يعني ايه محترمين؟ يعني ازود شوية، يعني ازود سيكة، يعني اخلي ايدي كده ايه سخية حبتين. الجلاش بيحب السمنة، والسمنة بتحب الجلاش. نخليها كده قاعدة احنا عارفين، عشان تاكلوا جلاش حلو وجميل لازم تزودي له السمنة زي ما انتوا شايفين كده اهو. تحطي له كمية سمنة كده معتبرة. طب انت هتبقى يحصل ايه لو انا مثلا ما حطيتلوش السمنة كفايته او سمنة كتير؟ هيبقى ناشف منك، وهتحسي ان انت بتاكلي ايه مش عارفه، مش قادره اوصفلك. بس هتبقى الطبقات ما بين بعضها كده هتبقى ناشفه، مش هتبقى حلوه خالص. هو الجلاش يعني روحه في السمنه، فاحنا هنزود السمنه كده حبتين. هو بقى شهر بقى كده، كل سنه وانتم طيبين. هناكل فيه حبه حلويات، هنطحن فيه كده كام كيلو حلوين كده. يلا مش مشكله، ينعاد علينا بالخير ان شاء الله. كده خلصت اهوت، حطيت حبه سمنه محترمين زي ما قلت لكم كده. وبعد كده هروح مدخلاها الفرن في الرف الوسطاني على اعلى درجه حراره. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا خدت لكم لقطه كده في الفرن. بصوا هنا تحس ان هو اتنفخ ازاي. تمام. كميه بقى السمنه اللي انا حطيتها دخلت ما بين الطبقات وخلته كده منفوخ ومقرمش كده ومورق وتحفه. هنا بقى كده خلاص طلعته. بعد ما خد وش كده اطلعه امتى؟ تلاقي من تحت احمر ومن فوق خد وش قمر كده واحمر. هنا بقى السيرب بتاعي اهوت، الشربات بتاعي هبدا اسقيه كده. كل واحد بقى ممكن الناس تسقيه قوي، ممكن حد يبقى وسط، ممكن حد مثلا يخليه قليل سكر. المهم ان احنا نسقيه حلو كده، نخليه يدوب ايه وسط. انا ما بحبش مثلا، ما بحبوش مسكر قوي ويبقى شارب من السكر، او انا بحبه كده يبقى وسط، ما يبقاش مثلا بيصر منه العسل. تمام. وابدا كده ايه الف الصينيه بيه كده، ويبقى خلاص عملنا وصفه جلاش قمر كده من غير اي افتكاسات. اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.